اخيرا هغير الكولر بعد 4 سنين استخدام، فالنهارده في معلومات تقنيه كتير هتفيدك جدا، زي انك ازاي تتحكم في سرعه المراوح والار جي بي وكل حاجه. فمعاكم احمد رجب واهلا بيكم في زوبعتك. مبدئيا كده انتوا حاسين ان في حاجه جديده ورايا، فقررت انقل كل شغلي للاستوديو هنا، فعاوزكم تتعودوا دايما ان احنا بنتطور بيكم. مبدئيا الكور اللي هنعمل عنه مراجعه هو الام اس اي ماج كور ليكويد اي 13 360 واي. طبعا انا عارف ان الاسم كبير جدا، اختصرها بكلمه الاي 13. فخلونا بقى دلوقتي نعمل انبوكس سريع للعلبه. ده شكل العلبه من قدام وده شكلها من الظهر، وعلى الجنب اليمين هنلاقي كل مواصفات الكولر. والبوكس كان مفتوح قبل كده، لكن انا هتعامل معاكم كانه اول مره يتفتح. انت في الاول هتلاقي محطوط عليه كيس شفاف، هتبتدي انك تفتحه، ولو لاحظت وانا بفتح العلبه هتلاقي كيو ار كود للمانيوال، لان علبه الكولر مش جاي معاه المانيوال، فجاي معاه ورق ان هو متوافق مع شروط الاتحاد الاوروبي. فالمهم ان الكولر سهل جدا في التركيب، لكن مهم جدا انه يكون في مانيوال ورقي. واول حاجه في العلبه هتلاقيها هو الكيس ده، هتلاقي فيها البراكت والمسامير والمعجون الحراري. وبعد كده بنشيل فوم الحمايه اللي ماسك الكولر، وبعدين هبتدي اسحب الكولر من العلبه. مبدئيا الكولر ده بيجي باتنين لون، اللون اللي معانا وهو اللون الابيض، اما اللون التاني بيكون اللون الاسود، وبيكون شكله شيك جدا برضه. والكولر ده فيه منه حجمين، الحجم اللي معانا هو 360 مللي، يعني بيجي بثلاث مراوح، لان المروحه الواحده مقاسها 120 مللي، ولما يبقوا ثلاث مراوح مع بعض بنقول المقاس الكلي 360 مللي. فالحجم الثاني بيكون 240 مللي، يعني جاي باتنين مروحه. ونيجي بقى النقطه مهمه، ان الشركه ريحتنا جدا بسبب ان المراوح متركبه جاهزه على الكولر، يعني مش هضطر اركب 12 مسمار بتوع المروحه. ولو لاحظت شفرات المروحه عليها حلقه دائريه، وده بيساعد شويه في تدفق الهواء ان هو يطلع هواء قوي. وميزه حلوه ان خراطيم الكولر مرنه جدا. ولو بتسالني ايه لازمه الخراطيم دي، خرطوم منهم بيدخل الميه الساقعه للبمب او المضخه، والخرطوم الثاني بيشفط الميه السخنه عشان يطلع للمراوح اللي في الكولر ويبردها. والمضخه دي جواها مروحه بتلف 3800 لفه في الدقيقه، وام اس اي بتقول لك ان العمر الافتراضي بتاعها تشتغل لحد 25000 ساعه. اما المراوح اللي متركبه على الكولر نفسها اقصى سرعه عليها 2000 لفه في الدقيقه. وفي ميزه في راس المضخه انك تقدر تشيل الوش بتاع ام اس اي، عشان لو عايز تعمل لها روتيشن انك تلفها، وعشان تشيلها بتفكها واحده واحده من كل الجوانب. وكمان ام اس اي موفره لك على موقعها الرسمي ملف 3 دي، فتقدر تحمله، والملف ده عليه مقاسات الغطا، بحيث يعني انك ممكن تعدل عليه وتطبع اي شكل انت عاوزه. طبعا الكلام ده لو عندك طبعه 3 دي، او ببساطه ممكن تشتري اشكال جاهزه 3 دي. طب نيجي بقى لمرحله التركيب. اول حاجه هنشيل اللزقه اللي في قاعده المضخه، وده بيكون جزء نحاسي عشان يلمس البروسيسور ويسحب منه الحراره. فلو جينا بصينا بقى على الاسلاك، زمان في الكولرات القديمه كان كل مروحه بيطلع منها سلكين، سلك منهم عشان يدي المروحه كهرباء ويشغلها، والسلك الثاني عشان يشغل الار جي بي بتاع المروحه. فانت لو عندك 3 مراوح يبقى عندك 6 اسلاك. انما في الكولر اللي معايا دلوقتي الوضع اختلف، هتلاقي من فوق على الجنب سلك المراوح مربوط في بعض، فاخر مروحه في الكولر بيطلع منها سلكين بس، فالسلكين دول هيشغلوا لك الثلاث مراوح مع بعض. اما الاسلاك اللي جايه مع المضخه سلكين، سلك منهم 3 بن، يعني فيه 3 فتحات، وده اللي بيشغل مروحه المضخه. اما السلك الثاني بيشغل الار جي بي بتاع راس المضخه. بس في حاجه مهمه جدا، احنا عندنا سلك الار جي بي بتاع الثلاث مراوح طلع منه وصله فرعيه، فالوصله الفرعيه دي هركبها في سلك الار جي بي بتاع البامب، وكده معناه ان احنا عندنا وصله واحده بس ادريسبل ار جي بي، فوصله واحده هتشغل اضاءه الكولر كله، وعشان كده الكولر ده سهل في التركيب. فدلوقتي بقى نسال نفسنا سؤال مهم، انا هركب الاسلاك دي فين عشان بعدين اعرف اتحكم فيها ازاي، اللي هو يعني اعدي من سرعه المراوح والار جي بي. فعندك طريقتين مالهمش ثالث، يا اما هتركب الاسلاك دي في الكنترولر اللي في ظهر الكيسه، او انك هتركب الاسلاك دي مباشر على المذر بورد. فالمذر بورد اللي معايا هي الماج زد 790 توماهوك ماكس واي فاي، والبورده دي محببه جدا لقلبي لان شكلها جميل جدا رغم ان هي ما فيهاش اي ار جي بي. فعندي فوق في المذر بورد منفذين، واحد مكتوب عليه سي بي يو فان، والتاني مكتوب عليه بامب فان. طالما انا عندي منفذ للبامب فهركب المروحه بتاعت البامب فيها، انما انت لو ما عندكش في البورده بتاعتك منفذ اسمه بامب فهتركب السلك بتاعها في السي بي يو فان. طب انت هتسالني سؤال مهم، ايه الفرق هركب السلك هنا او هنا؟ السلك المخصص للبامب اي مروحه تتحط فيها هيشغلها باعلى سرعه، يعني هيشغل المروحه على سرعه 100%، وده الطبيعي اللي المفروض يحصل في مروحه البامب، انها تشتغل على اعلى سرعه. وطبعا عندنا سلك البامب بيكون 3 فتحات بس، انما المنفذ اللي على المذر بورد بيكون فيه 4 بنات، فانت هتركب السلك عادي على اخر 3 بنات. طب بالنسبه للسلك ال4 بن اللي بيشغل كهرباء في ال3 مراوح، ده انت ممكن توصله على اي منفذ مكتوب عليه سيستم فان. واخر سلك معانا هو سلك الاضاءه، وده اللي هيشغل اضاءه الكولر كله، وشكله بيبقى مميز جدا في المذر بورد، بيكون فيه 3 فتحات على المذر بورد. انت كده بقى وصلت الاسلاك كلها في المذر بورد، وده معناه انك لما تيجي تتحكم في سرعه المروحه هتتحكم عن طريق البايوس او البرنامج الخاص بام اس اي. طب انت مش عايز كده، عايز تتحكم بشكل اسهل عن طريق الكنترولر بتاع الكيسه، فده معناه ان انا هركب الاسلاك في الكنترولر في ظهر الكيسه، فهسيب سلك البامب زي ما هو متركب في المذر بورد، وهبتدي اركب سلك الاضاءه في المكان اللي اسمه اي ار جي بي. اما سلك الثلاث مراوح اللي بوصل لهم كهرباء هركبه في المكان اللي مكتوب عليه بي دبليو ام. وانا كده ركبت
ركبت الاسلاك بتاعتي كلها في الكنترولر، بحيث لما انا اجي اغير الالوان اغيرها عن طريق الريموت. وهبتدي بقى دلوقتي ان انا اركب البامب على المعالج، والمعالج اللي معانا هو اي 5 14600K. فالكولر ده بيركب على 2 سوكت من انتل. اول سوكت اللي هو ال جي 1700، وده اللي هو معالجات الجيل ال 12 وال 13 وال 14 من انتل، ومتوافق برده مع سوكت ال جي 1851، وده اللي هي معالجات الالترا الجديده من انتل. فلو انت هتركب الكولر ده على معالج انتل هتركب الكولر من غير ما تفك فيه اي حاجه، يعني هو بيجي جاهز للتركيب. هتستخدم بس قطعه الباك بليد وهتشيل اللزقه من عليها، وبعدين هنحطها في ظهر المذر بورد، وابتدي احط البامب على المعالج وافضل اربط مسمار من كل اتجاه. فما ينفعش اول مسمار تربطه بشكل جامد، اربطه بس ربع ربطه عشان تعرف تربط بقيه المسامير التانيه، وبعدها بترجع تربط المسامير كلها للاخر. طب بالنسبه بقى لو هركب الكولر ده على معالجات رايزن اللي هي اي ام دي، مبدئيا هو بيدعم السوكت اللي هو الاي ام 4 والاي ام 5، وهتحتاج انك تفك البراكت على الكولر اللي هي قطعتين الحديد دي. فانت هتفك الاربع مسامير دول، وبعدين في الكيس هتلاقي براكت خاص بمعالجات اي ام دي. فالبراكت بتاع انتل بيكون مقاسه اكبر، اما اي ام دي بيكون اصغر. فهبتدي بشكل عادي اركب البراكت على البامب. وطبعا انت مش هتحتاج قطعه الباك بليد في المذر بورد بتاعت ام دي، لان المذر بورد بتاعت ام دي بيجي متركب عليها واحده جاهزه. وعشان بقى نبتدي نثبت الكولر في الكيسه، هبتدي اشيل الفلتر اللي فوق الكيسه، وبعدين هبتدي استخدم المسامير اللي كانت جايه مع العلبه، وهبتدي اثبت الكولر. ونيجي بقى نشغل الكيسه ونقول بسم الله. وبصراحه المنظر الجمالي للكولر مخلي الكيسه شكلها جميل جدا. فالكيسه لا هي سودا كلها ولا هي بيضه كلها، فالشكل الجمالي العام انا ما تخيلتش ان هو يكون كده. مستني السؤال ده حد يقول لي انت ليه ما ركبتش كارت الشاشه، لان انا معتمد على كارت الشاشه الداخلي بتاع المعالج، وان شاء الله باذن الله هنجيب واحد قريب. نيجي بقى لحاجه مهمه جدا. انا اول ما شغلت الكيسه كان صوت المراوح بتاعتها عالي جدا، ما كانش فيه اي تحكم في سرعه المراوح، يعني ما فيش زرار على الكنترولر ولا حتى موجود زرار على الريموت ان هو يتحكم في سرعه المراوح. فالحل دلوقتي ان انا اوصل سلك من كنترولر على المذر بورد، لانك لما تيجي تفتح برنامج زي اتش دبليو مونيتور هو مظهر لي بس سرعه البامب او المضخه وشغاله باعلى سرعه، وده الطبيعي بتاعها. فهو قاري بس سرعه المضخه عشان انا سايب السلك بتاعها على المذر بورد. طب ازاي هنربط الكنترولر بالمذر بورد؟ فالكنترولر بتاع الكيسه جاي معاه السلك ده اللي هو بيكون 4 بن من الطرفين، وده اسمه سلك الاشاره. هركب اول طرف في السلك على الكنترولر في الجزئيه اللي اسمها ام بي دبليو ام. كده ربطت الكنترولر على المذر بورد، بس برضه لما فتحت البرنامج ما لقيتوش قاري سرعه المراوح، وده لسبب بسيط جدا. في منفذ تاني في الكنترولر اسمه بي دبليو ام اف جي. المنفذ ده انت لما مركب فيه اي مروحه من مراوح الكيسه او الكولر، فهو بيقرا سرعه المنفذ ده وبيطبقها على بقيه المراوح. وانا ما كنتش موصل اي سلك مروحه فيه، فانا ممكن اخلع اي سلك من اللي مربوط في مراوح الكنترولر واوصله بالمنفذ ده، وهرجع افتح البرنامج تاني ولقيت ان سرعه المراوح قاريه. طب انا ازاي اقلل سرعه مراوح الكيسه والكولر لانها عاليه جدا وصوتها مزعج؟ بعد ما رسترت الجهاز هبتدي ادوس على زرار ديليت كذا مره عشان الجهاز يفتح على البايوس، وبعدين اختار كلمه هاردوير مونيتور، والبايوس فوق عندي قاري مكان لاثنين مراوح، واحده بتاعت مروحه البامب والثانيه بتاعت كل مراوح اللي مربوطين في الكنترولر. فهختار مراوح الكنترولر اللي هي سيستم فان، وبعدين ابتدي اعلم على كلمه بي دبليو ام، وهبتدي اعلم على حاجه اسمها سمارت فان. وهنا لو جيت احرك اول نقطه بيقول لي لو حراره المعالج 40 درجه، فعلى الجنب الثاني كاتب لي ان هو هيشغل سرعه المروحه 50%. فانت ممكن تعدل كل النقاط دي حسب احتياجاتك. وهتلاحظ فوق هنا ان سرعه المروحه قلت دلوقتي، فهترجع خطوه لورا وتدوس على اف 10 عشان تعمل حفظ لكل اللي انت عدلته، وكده صوت المروحه بقى اهدى بكتير. طب انا دلوقتي عايز اعدل الالوان بتاعه الكولر. انا زي ما قلت لكم ربطت سلك الادريسبل ار جي بي في الكنترولر، يعني اقدر اغير الالوان عن طريق الريموت، لكن ممكن برضو نقدر نغير الالوان عن طريق المذر بورد، ودي اللي انا هشرحها لكم دلوقتي. فمبدئيا دلوقتي هفتح برنامج مايكروسوفت ستور اللي في الويندوز، واكتب فوق في البحث ام اس اي سنتر، وده البرنامج بتاع ام اس اي. وبعد كده هبتدي ان انا احمله، وبعد ما احمل معايا هدوس على كلمه اوبن، وده بقى شكل واجهه البرنامج. والبرنامج ده بيبقى فيه كذا اضافه انك بتحملها. فانا دلوقتي عايز اتحكم في الالوان، فهحمل اضافه اسمها ميستيك لايت، وبعدين هطلع لفوق والاضافه هي حملت، هدوس على كلمه اوبن. وهو هنا في البرنامج قاري قطعتين، الرامات لانها متركبه على المذر بورد، وقاري برضو قطعه المذر بورد. بس انا زي ما قلت لكم المذر بورد بتاعتي ما فيهاش اي اضاءه، بس هو قاريها. فممكن ان انا ادوس على اللينك ده واختار اعمل كل القطع اللي في المذر بورد تبقى بنفس اللون ده. وطبعا انت لو جيت بصيت في الكيسه هتلاقي لون الرامات بس اللي اتغير. طب ازاي اربط الار جي بي بتاع الكنترولر في المذر بورد؟ في سلك تاني كان جاي مع الكنترولر اللي هو ظهر قدامكم ده، وده اللي بيتركب في الكنترولر عند الفتحه اللي اسمها سينك، اللي هي مزامنه الالوان، يعني يخلي كل الالوان زي بعض. اما الطرف التاني من السلك واللي هو ادريسبل ار جي بي، وطالع منه وصله فرعيه تانيه، الوصله الفرعيه دي مالناش دعوه بيها. فانت هتركب سلك الادريسبل ار جي بي في المذر بورد، وكده انت خلاص ربطت الالوان في الكنترولر زي المذر بورد. كل اللي انت هتعمله ان انت هتدوس على زرار سينك اللي موجود على الريموت، فهو كده هيعمل نفس الالوان بتاع البرنامج ام اس اي سنتر، يعني الكيسه كلها هتكون الوان واحده. فاتمنى تكونوا فهمتوا الدنيا الملعبكه دي. طب نيجي بقى لتجربه الاستخدام. الكولر القديم اللي كان عندي اللي هو الام اس اي ماج 240 ار فيرجن 2، فالكولر ده كان معايا من 2021، فكان اقل درجه حراره وصل
وصل ليها بدون اي ضغط على المعالج كانت 39 درجه، انما الكولر الجديد كانت اقل درجه حراره وصل ليها بدون اي ضغط كانت 25 درجه، وده فرق كبير جدا بين الكولر الجديد والقديم. ولما عملت ضغط على الكولر القديم في برنامج سينابنش كانت بتوصل حرارته ل 100 درجه، وده بيخلي المعالج يقلل شويه من ادائه عشان ما يعديش 100 درجه حراره، وجاب 1178 نقطه في برنامج سينابنش. انما لما عملت ضغط على الكولر الجديد كانت اقصى درجه حراره وصل ليها 79 درجه، وجاب 1263 نقطه على برنامج سينابنش، يعني زياده في الاداء 6.7%. وكمان ده بيزود العمر الافتراضي بتاع المعالج، ان المعالج ما يتهلكش بسرعه، وممكن في الصيف درجات الحراره دي تزيد شويه بسيطه. وفي موديل تاني نزل بعد الكولر ده في سنه 2025 وهو الاي 15، وهتلاقي فيه فرق شويه في المواصفات، زي مثلا ان سرعه مروحه البامب في الاي 15 بقت 3400، يعني قللوا شويه سرعه دوران المروحه عشان يزودوا من العمر الافتراضي، واللي هو وصل 50000 ساعه استخدام. وكولر الاي 15 شكله جيمنج اكتر، انما كولر الاي 13 شكله سيمبل جدا، والاتنين بيكونوا بنفس السعر وهو 4800 جنيه اللي هم حوالي حاليا 100 دولار. اما بقى بالنسبه للضمان فالضمان هيكون مع كيرو مينا وهيكون لمده سنتين، وبصراحه ما ندمتش لتجربتي ليه خالص، فهو اداني شكل جمالي في الكيسه وكمان ظبط لي درجات الحراره، وانا ما اعتقدش ان انا عايز اكتر من كده. وهل تفتكروا ممكن نجمع تجميعه كامله من ام اس اي؟ فده اللي هنعرفه الفيديو الجاي، بس ما تنسوش تشتركوا في قناه الواتساب والتليجرام عشان بننزل عليهم جيف اواي دايما، وتعملوا لنا بقى لايكات ومستني كومنتاتكم، وبحبكم. سلام.